تسرب أنهم استدعوا الشيخ العلوان وهددوه بالتعذيب إن لم يصدر فتاوى محددة مفصلة، أن تصدر فتوى معينة بشكل فلاني. الشيخ العلوان والله أنا الفتوى ليست أنتم اللي تحددون متى أطلعها وكيف أطلعها، أنا إنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، متى ما شعرت بواجب شرعي فتوى معينة أطلعها، متى ما شعرت ما هو أنتم اللي تحددون. قالوا ينالك الأذى، قال والله الأذى نال مع أحمد بن حنبل ونال ابن تيمية ونال غيرهم، ما هو بكيفكم. فالآن الشيخ العلوان يتعرض للابتزاز ويلوى ذراعه من أجل يصدر فتاوى. أصلا هو لماذا سجن المرة الأولى؟ لأنه رفض يطلع فتاوى كما يريدون فسجن، لكن ما تعرض للتعذيب، تعرض لأذى عام، بمعنى حزن انفرادي، يسكرون الكهرباء، يسكرون المكيف، يزيدون المكيف إلى آخره. أهملوا علاجه، كاد التهاب المرارة أن يقضي عليه، لكنه الآن ناوين يؤذونه جسديا بشكل مباشر، يعني مو بس إهمال، ناوين جسديا ويؤذونه إلى أن يصدر فتوى. قال والله تبذون ولا ما تبذون، فتوى ما فيه. هذه كذلك يجب أن تكون في ذهن الناس. ومرة أخرى أقول المسؤول الأول عن الذي يسأل أكثر من غيره عن هذه الأمور هم من مروا بهذه التجربة ويعلمون عنها ويستطيعون تصورها، فعليهم هم مسؤولية أكثر من غيرهم أن يبادروا بالتحرك.